وكالعاده اول محطه لينا في كومبيوتكس لازم تكون مع اي داتا او اكس بي جي او البراند الجديد ليهم تراستا. تراستا هو براند جديد موجه اكتر للسيرفرات اكتر بشكل افيشنت، وخلينا نقول ان هم عندهم اصلا براند اسمه اي داتا اندستريال، ده اصلا شغال في الحاجات اللي تخص السيرفرات، لكن احنا اللي يهمنا كمستخدمين هو الجزئيه الخاصه باكس بي جي واي داتا اللي عندهم منتجات كتيره جديده، منها الكيسات، الباورات، الكولرز، وكمان الرامز والاس اس دي. انا شخصيا افضل ان انا ابدا بالكيسات، لان الكيسه دي هتكون الكيسه الرئيسيه الجديده ليا، دي الانفيدر اكس دي. اولا هي دبل سايدد، بمعنى ان الباور سبلاي في الجزء ده والكومبوننت الباقيه في الجزء ده. الجزء اللطيف في الموضوع ان في منها طبعا ابيض واسود، والابيض هو اللون المميز المره دي، لان لو خدت بالك هنا عندك الجزء الخشبي ده، وده المين فيتشر في الكيسه دي. وفيتشر كمان ان الكيسه بتيجي اصلا ازاز شمال ويمين، وبتيجي بست مراوح متركبين اوريدي جوه الكيس بتصميم مختلف شويه عن الكيسات التقليديه. هيكون عندك 3 فوق 3 تحت، مكانين كمان تركب منهم هنا، في امكانيه ان انت كمان تشغل عليها الباك كونكتور ماذر بورد. من الكيسات برضو اللي عليها فوكس كتير الفتره الاخيره هي الميني اي تي اكس كيسز. هو مش مشهور قوي في مصر، او هو خلينا نقول النيش ماركت او البيكي ماركت شويه، بس عامه الميني اي تي اكس من الحاجات اللي عليها فوكس كبير قوي السنه دي، ودي واحده من الكيسات اللي هم هيشتغلوا عليها قريب جدا. في منها نسختين، الفالور اير نانو، والنسخه الثانيه اسمها الفالور مش نانو. الفرق مش في اللون بس، دي سودا ودي بيضه، لا الفرق اكتر في الشكل الامامي. ده ممكن نقول شكل عجبني انا شخصيا اكتر من الكيسه السودا، بس يعني عارف انت لوكي شويتين، لكن دي شكلها اشيك بكتير. طبعا انا كنت قلت لك من شويه، او كنت وريتك من شويه كيسات ميني اي تي اكس، بس زي ما قلت لك كيسات الميني اي تي اكس ليها وضع خاص شويه في مصر، لكن من الكيسات اللي بصراحه عجبتني قوي وهي الستار فايتر. خلينا نقول واخده نفس شكل الاكس بوكس شويه، فلو انت عاوز تعمل اقوى جهاز اكس بوكس ممكن تروح للكيسه دي. هي حجمها صغير، كيوب شويه، مروحه من فوق، وعندك دبل سايدد، بس الدبل سايدد هنا للجي بي يو، الجي بي يو بيبقى من هنا، المذر بورد وباقي المكونات الثانيه بتكون من هنا، الباور سبلاي بيكون من تحت، والمروحه طبعا من فوق، فالاير فلو بيكون جاي من تحت لفوق. تنفع للناس اللي عندها مساحات صغيره. بشوف ان انا لو عايز اعمل تجميع شبه الاكس بوكس، مش هقول حجما ولكن خلينا نقول شكلا، واقوى طبعا من الاكس بوكس، فده هيكون الاختيار المثالي قوي قوي. الاس اس ديز اللي قدامك دي هي المارس 980 او فئه المارس، وفي منها موديلات مختلفه، تيبيكالي نفس المساحه نفس السرعه، ولكن الفكره في التبريد. يعني مثلا الستورم جاي بتبريد ليكويد كولينج داخلي، عندك البرو هيكون جاي بهيت سينك ومروحه للتبريد، وبالمناسبه الستورم جاي بمروحتين، مش مروحه واحده بس، جاي بمروحتين. وفي نسخه ملي معموله اللي خلينا نقول لللابات، تنفع للكونسول بالباكورد كومباتيبلتي، ولكن هي اكتر موجهه للبي سي، وهي البليد، هي نسخه اصغر، فخلينا نقول البليد هو الاقل سعرا، ثم البرو، ثم الستور. في طبعا الليفانتي 2 هو ده الجيل الاحدث، لكن اللي بعد كده هيكون الليفانتي فيو. هو التركيز في الفئه دي على ان انا احط شاشه بدل الدمبل ار جي بي، والشاشات هنا حجمها كبير. يعني مثلا النسخه الفيو، وده ما دام قلت الاسم ده فده معناه ان ده نسخه شبه نهائيه، ناقص بس على الاطلاق الرسمي ليها. النسخه الفيو هتكون جايه بشاشه واحده، لكن الفيو برو هتكون جايه بشاشتين، هيكون متاحين فقط لا غير بحجم 360 ملم للريديتير، يعني 3 مراوح. حتى الان انا شايف اسلاك، بس اعتقد ان الديزاين ده هيتغير ويبقى اللي هو النظام الايزي تشين عشان شكل احسن، كابلات اقل، وبصراحه تجميع اسرع حبتين. وطبعا مدام اكس بي جي يبقى لازم رامات جديده، لازم، دي زي ما تقول كده العرف المتداول هنا. خليني اقول لك ان البروجكت انفينيتي شكل اكتر من مواصفات، هي بتعتمد على نفس الديزاين والمواصفات الخاصه باللانسر اللي احنا شفناها مع بعض اكتر من مره، ومن الرامات القويه جدا والكويسه جدا والستيبل، بالاخص على الترددات خلينا نقول ال 6000، ولكن هي هنا بتقيم لشكل اكبر، مساحه ار جي بي اكتر، انفينيتي مورد او انفينيتي افكت اللي هي الازاز اللي بيكون موجود وبيديك لايرز كتيره من الار جي بي. قبل ما ننهي جولتنا في جناح اكس بي جي لازم اروح للحاجات اللي انا بستخدمها بشكل يومي قوي، اكسترنال ستورج، بالاخص الاكسترنال اس اس ديز بمختلف انواعهم، فيرجنات جديده وتقريبا للمصورين اكتر. يعني مثلا النسخه الاولانيه الاس اي 940 وزنها خفيف، بتيجي بسكنز تقدر تغيرها، غير كده كمان بتتثبت بكليب فتقدر تثبتها على اي موبيل هولدر انت عايزه. نسخه كمان زي مثلا الاس ار 830
دي خلينا نقول النسخه شكلها احسن شويه، فيها فينجر برينت عشان السكيورتي. والاخير وهو الاس دي 820. الاس دي 820 واخد شكل الاتش دي دي القديم بتاعهم الاكسترنال ال 710 لو تفتكروا، هو واخد الشكل بس اسرع، حجمه اصغر، ديورابل اكتر. نسخه ثانيه اصغر بس اوتو جي شويه، يعني فيها سلايدر اليو اس بي تايب سي، تكون الاس سي 735. والنسخه الاصغر الاس سي 730. هو ارقام كتيره بس اس 730 دي اولا نسخه صغيره جدا، بيتوصل يو اس بي تايب سي، وغير كده كمان بيتوصل يو اس بي تايب اي. انا مش بتاع ايفون قوي، ولكن انا بحب موضوع الماك سيف قوي، وهم بيحاولوا يخدموا على موضوع الماك سيف بشكل مختلف. يعني مثلا ده باور بانك اهو عادي، باور بانك ماك سيف عادي جدا، وتقدر تركب فيه اكسترنال اس اس دي، تمام، وتقدر تشحن الجهاز وتشحن الباور بانك في نفس الوقت، يعني في باس ثرو، وفي نفس الوقت توصل داتا من الاس اس دي. يعني هو كابل واحد هيشغل الليله دي كلها. فلو انت بتستخدم الايفون في التصوير، عايز مساحه زياده ومضايق من المساحه الداخليه، السولوشن ده يعني حلو جدا. اخر منتجات معانا وهننهي بيها حلقه النهارده، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وهي الاير كولرز. فئه جديده هتكون متاحه قريب جدا اسمها المايسترو، اما توين تاور بشاشه وار جي بي زي كده، او سنجل تاور. الشيء المشترك ما بين النسخه العاديه والنسخه البلس هو ان الاثنين بيجوا بشاشه والاثنين بيجوا بار جي، لكن البرفورمانس ده اللي هنجربه بعد كده. فاستناني لتغطيه اكتر داخل معرض كومبيتكس. قول لي ايه المنتجات اللي عجبتك من اكس بي جي، وايه اللي ممكن تكون ناوي تشتريه قريب جدا. واخيرا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.